السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. انا مش عارف ايه الهبد اللي احنا فيه ده. والله العظيم ثلاثة انا خلاص قربت. بس هشق الفانلة، لا الفانلة غالية عليا ما ينفعش. وحرام حتى الواحد يشق الفانلة. يا جدعان، انا نفسي افهم الناس دي بتتكلم ازاي. والله نفسي افهم كده الناس دي بتتكلم ازاي. طلع احمد عيد عبد الملك يقول لك ايه؟ انا قلت الاهلي هياخد كل حاجه، بس ايه؟ عرفت ان الزمالك جامد، جامد كتير قوي. جامد فين؟ جامد فين يا عم؟ ده مرزوعين ثلاثه يا عم. جامد فين؟ والواد اوفا ده بص عجبني. خلى الواد حسام عبد المجيد رجليه بقت تخبط في بعضيها. طب وحات ابوك، انت شفت الحته اللي عملها الواد اوفا؟ الواد مصطفى شوبير عمل ايه؟ هو ماسك الكوره، حسام عبد المجيد كده راح خابطها من ايده. واخد بالك؟ الواد الكهرب قال لك ايه؟ وهيضربني ولا ايه؟ الواد الكهرب و... وجاي شوط الكوره، صدها شوبير. طب انت يا ابني الراجل خبط الكوره في الارض. طب فيها ايه؟ ايه اللي كهربك كده وخلاك اتبرجلت كده؟ والواد بنتايج ده، طب والله العظيم ضربة الجزاء بتاعتهم دي ما هيش ضربة جزاء، عشان كده طلعت صدها شوبير. لأن ربك سبحانه وتعالى ما بيرضاش بالظلم. أنا مش عارف الحكام دي بتيجي قدام الزمالك وبتعمى، بيجي لها عمى ألوان. مش عارف والله. إيه يا عم ده؟ وعفت نصار يعيط وده يعيط. طب بتعيطوا على إيه يا عم؟ هو أنتوا متعودين على كده؟ متعودين على الغول. يعني في السوبر اتغلبتوا، وفي الجولة الأولى اتنين، والجولة التانية تلاتة. طب انت هتكسبوا امتى؟ مش هتعرفوا تكسبوا يا جدعان، والله ما صدقني ما هتعرف تكسب. لو الاهلي بيلعب قبل كده ما الاهلي لعب الاسبان وكسبك 3-2. فاكر ولا مش فاكر؟ طبعا الشباب الصغيرة مش فاكرين الموضوع ده. لو يخش على النت هيجيب الماتش. احنا اللي فاكرين، عشان احنا بنتفرج على كورة من ايام كابتن محمود الخطيب. واخد بالك؟ ايه يا عم ده؟ الواد هادي رياض يعني عمل تمويهه كده، راح بنتاج مكفي على وشه، قال لك ضربة جزاء، وهي اساسا مش ضربة جزاء. انا مش عارف الحكام دي. نفسي افهم يعني. عاملين عمل الزمالك عامل عمل للحكام دي يحسب لهم ضربات جزاء من غير ما هيكون ضربة جزاء اساسا. ما هي وبيسألوا زيزو، بيقول له انت مضغوط، جمهور بقول عليك انت مضغوط. قال لهم مضغوط ايه؟ لا مش مضغوط ولا حاجة. يا جدعان، يا جدعان، واحد بياخد 100 مليون جنيه في السنة هيبقى مضغوط ازاي؟ هيبقى ده انا ما بحصلش 100 ألف جنيه في السنة ومش مضغوط. المضغوط ده اللي مش لاقي علاج، مش لاقي أكل عياله. واخد بالك؟ لكن ده هيضغط ليه؟ ايه اللي هيضغطه؟ معذرة يعني لكل اللعيب، بس ده مش مضغوط ولا حاجة. لا، لا، والواد ايه عمل حركة جامدة قوي. عمل لهم كده، يعني انا مش شايفكم. وكل شوية يقول لك امام عاشور جاي الزمالك يعني. هيروح الزمالك فين وهو عايش في الميغا دي كلها؟ دي ميغا. ده فلوس يا عم ملهاش عدد. هيروح فين؟ هيروح الزمالك وما ياخدش مستحقاته وما ياخدش مرتبه حتى؟ لا يا جدعان برضو. انا جاتني مثلا سبوبة حلو،
اقوم اروح للي هيشككني استحاله. بروح للي بيكر على الترابيزه. انا بقول لكم كده والله. الكرة دلوقتي بقت بيزنس. معاك العاب لك، ما معاكش لا اشوف حد غير. وانا رايي يا كابتن خطيب حسين الشحات ما يمشيش من الاهلي وما يتركنش. ما يتركنش. بس تريزيجيه لو لقيت له بيعه بيعه يا عم، عشان ده زهقني من عيشتي. والله زهقني. انا ما بقتش طايقه اساسا. عايز كل حاجه يعملها لوحده. واقول له يا ابني دي لعبه جماعيه. ما فيش خالص. ايه يا عم ده؟ احنا فين؟ ايه ده يا جماعه؟ احنا عايزين ننقي كام لاعب كده من الناشئين يسندوا ايه الاهلي. والواد محمد عبد الله، يا ريت يا كابتن الخطيب تجيبه من سيراميكا. الله يبارك لك. الواد ده في الوينج اليمين ملوش حل. 10/10. انا والله العظيم انا انا مش عارف يعني والله اعمل ايه. قولوا لي يا شباب، جده خير يعمل ايه؟ يدب نفسه في الارض؟ انا مش عارف. ولا ايه رضا عبد العال؟ جميل رضا عبد العال. يقول لك عبد الله السعيد ده مشطب كوره، مفلس كوره مفلس. قال يا جدعان ده خط النص بتاع الزمالك كان فاضي خالص، ما فيهوش حد. عبد الله السعيد يمشي خطوتين ويقعد. يا عم ما هو برضه السن له حكمه يا عم رضا. يا عم رضا يعني 41 سنة برضه. يعني انا وانا عندي 41 سنة كنت ممكن اجري لحد النافورة وارجع انهج. وانا عندي 41 سنة. انت فاهم؟ فكويس ان هو يعني بيجري في نص الملعب وخلاص. يعني يشكر الراجل برضه يا جدعان. تلموش عليه. وعندك عمر جابر برضه. قال لهم انا رجليا مقصوعة. لما عرف ان هو يلعب قصد الاهلي. مقصوعة ازاي يا عم؟ قال لك مجزوعة. مجزوعة ازاي يا عم؟ قال لك مكسور. طب يا عم جبسها والعب بيها، مفيهاش مشكلة. يا عم اتحنجل. فيا جدعان طب انا هقول ايه طيب؟ نفسي انا اقول ايه؟ ولا العيال اللي جايبينها الاجانب دي ما لعبتش بنص فرنك حتى. احنا عايزينهم كده. بس الاهلي كان المفروض يخبط الزمالك 6 على الاقل. ده تريزيجيه لوحده مضيع 3 اجوان يا عم ما يدعوش. الواد بن شرقي اول ما الكرة جات له دب جول. تاني كرة دب جول. ولا الجون بتاع حسين شالها كده من فوق الهاني سليمان. والهاني سليمان يا عيني لا حول لي ولا قوة. فأنا بقول لكم يا جماعة انتوا فرقة كبيرة. بس الكرة دي هات وخد. مش انا العب لوحدي. لا. تلعب لوحدك هتخسر. كرة كرة جماعية. على رأي السواق مش عن. لا. كل واحد لازم يكون فنان في شغله. فنان في لعبه. امال يعني بيقولوا الفن ده الفن ده لعب الكرة ده مزاج. ومزاج عالي. ويا ولدان الجماعة الزملكاوية طب انتوا بتعيطوا في الاستوديو ليه يا جماعة؟
وعيني في بنت برضه اسمها مها صبري، بنت كده صغننه مذيعه في الزمالك، برضه بتعيط. طب انت بتعيطي ليه يا بنت؟ ما تعيطيش، كل شيء نصيب. عموما يا بنتي معلش، حقك عليا انا، ما تزعليش. المره الجايه ان شاء الله تبقوا ايه، تتغلبوا برضه ان شاء الله. المره الجايه تتغلبوا 4 ولا 5، عشان تبقى فوره. 6 هيبقى نص فوره يعني. ما تزعليش. واحمد عيد عبد الملك ده بيكره الاهلي عمى، مش عارف ليه. اصل قبل كده جه عشان يقدم في الاهلي ما رضيش ياخده. صدقوني ما رضي ياخده. قال لك لا، لعيب بيتخانق في الملعب وبيتخانق في الحكام، ما ينفعناش ده، احنا عايزين لعيب يلعب كوره، مش يلعب خناقه. فانت يا عم طالع، ما تقعدش تقطع في الاهلي، خليك في ناديك زي ما انا مخليني كده في نادي. انتوا واخدين بالكم؟ انا مش في ناديه دلوقتي، ولا انا بتكلم على حد. ايه اللي يخليني اتكلم عن الناس؟ لا تبقى انا ميم. انا ما بتكلمش على حد، يعني انا بتكلم على بتوع الزمالك ولا حاجه. هم لاعيبه كسر، بس انا ماليش دعوه، مالناش دعوه. ما كان يعني هم لو ما كانوش لعيبه كسر يا جدعان كان قالوا يا ابو 3 يا ابو 3. انا ماليش دعوه، انا راجل حقاني، احب الحق، والحق ده حبيب الله. فانا راجل حقاني، بقول اللي شايفه واللي مش شايفه. وضربه الجزاء بتاعت الاهلي برضو سليمه 100%. والاخ، والله انا من وحشته الحكم ده انا نسيت اسمه، مش عارف اسمه محمد اوفا ولا فوكا ولا فوطه، ما اعرفش اسمه ايه. متهيألي ملوش اسم، ما حسبهاش، لكن الحكم الالماني حسبها. خلي بالكم في حكام ملاكي، ال3 ماتشات اللي جايين دول هيبقوا للزمالك، وانا وانت اهو. وبرضه بيحكموا احيانا لبيراميدز. لا مش بيراميدز بقى، هو مش اسمه بيراميدز. انتوا مفكرين اسمه بيراميدز؟ لا، اسمه الاسيوطي. الاسيوطي جاي من الصعيد، حبايبنا بتوع الصعيد كلهم. اسمه الاسيوطي. الاسيوطي ده كان ماسكه تقريبا كابتن علي ماهر، وكسب الزمالك ولا بني عبيد، طلع الزمالك من كاس. فانا بقول لكم يعني بني عبيد والاسيوطي. الله. طب عايزين ايه تاني؟ فاحنا عايزين بقى ايه؟ الماتش الجاي بقى بتاع الزمالك، اللعيبه اللي هتلاعب الزمالك دي تشد حيلها وهي تكسب. صدقوني والله لو لعبوا لا يكسبوكم، لان الزمالك والله يا جدعان فرقه فاضيه. وارجع واقول لكم ما بتكلمش على حد، عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم على الناس ليه. ما بتكلمش على حد، بس هم فرقه فاضيه بصراحه. انا بقول الحق، والحق يا جدعان حبيب الله. اما تتكلم بالحق هتبقى 100%. لكن احنا مش هنكذب على بعضينا. اهلي لو اللعيبه بتجر في رجليها هتكسب الزمالك. بس ما شاء الله عليهم، عجبوني اول ماتش ده، رجاله. اما نلعب برجوله كده نقوم نكسب. ولا معتمد جمال يا عيني، انا شفت حاجه كده يعني، واحد بيشده من رجليه، والله انا شفتها على النت، وهو بيزحف عشان يجيب الدرع بتاع الدوري مش لاحقه. اه والله. معلش يا كابتن معتمد بقى، اللي عمل كده ده تعبان في مخه. معلش، انت عامل فرقه حلوه بصراحه السنه دي، بس قدام الاهلي اوعى، ابعد، ابعد. تيجي قدام الاهلي وتبعد. انت اي نعم كنت حاطط تشكيل مش حلو، بس قدام الاهلي لو حطيت حتى ريال مدريد قدام الاهلي هيكسب. بس تحط ريال مدريد باسم الزمالك هيكسب. غير كده ممكن ريال مدريد تكسب. لكن لما تقول تجيب مثلا فرقه ريال مدريد وتلبسها في لينة الزمالك هتتغلب. ما هي المعلومه دي ما حدش قالها. ايه رايكم بقى؟ قال العبد الله اللي قال.
انا بقول لكم اللي انا اقوله تنفذوه، نلعب جماعي وملناش دعوه بالحكام. انا عارف ان الحكام اللي هتيجي ملاكي، وعمالين بقى دلوقتي في اتحاد الكوره ولجنه الحكام عمالين يظبطوا الدنيا دلوقتي، عشان النهارده ايه؟ الحد تقريبا، النهارده الحد، يعني بعد بكره. هم لازم دلوقتي ايه؟ يظبطوا ايه؟ آه يظبطوا الاداء، انت فاهم؟ فلازم ايه؟ فلازم ايه؟ يظبطوا الاداء. ليه؟ عشان برضو ايه؟ نشوف إيه الزمالك عايز ايه، محتاج ايه نعمله له. فاهمين؟ انا عارف الشغل ده شغل عالي، فلازم يتعمل، نظبط الدنيا عشان ايه؟ الزمالك ياخد الدوري. بس ان شاء الله الظلم ظلمات، ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري، وانا وانت، طالما الاهلي حط دماغه في حاجه مش هيرحمها. انا عارف الجماعه الاهلاويه، العيال الاهلاويه دي عيال ملهاش حل. اللعيبه دول حط دماغهم في حاجه هيعملوها وهيكسبوا، وان شاء الله هناخد الدوري، صدقوني. ندعي كده ربنا باذن الله ان الزمالك ايه؟ ياخد الدوري. احنا الزمالك الاهلي لما اتغلب من بيراميدز قعدوا يحفلوا والحكايه وهنكسبه. ده في واحد طلع بيقول ايه؟ 3-0. 3-0 ايه يا عم؟ اديك انت اللي اتغلبت 3-0. ايه رايك؟ ورضا عبد العال طالع يقطع في ده ويقطع في ده، حقه. الله، الراجل زعلان على فرقته، انت ما تزعلوش منه يا جدعان. الراجل بيتكلم صح، الراجل كان مدرب قبل كده. انا مش عارف يعني ما بتخلوش يمسك منتخب مصر ليه؟ انا مش عارف هي يعني لو مسك منتخب مصر هيعمل ايه بصراحة، الحقيقة يعني. بس هو المفروض يمسك منتخب مصر بجد، بجد لازم يمسك منتخب مصر. ليه؟ عشان يعني نطلع من جميع البطولات يبقى حلو قوي. واخدين بالكم؟ فالزملكاوية مش طايقين لعيبة الاهلي، خلي بالكم، ان كان جمهور ولا ادارة ولا فرقة. ده حسين الشحات بصراحة انا شفت منظر والله عجبني، يعني بصراحة حسين الشحات ده واد كويس عجبني. الواد قاعد جنب العارضة بيعيط، لعيب في الزمالك من العيال الصغيرة ده، أنا مش عارف اسمه إيه. فبصراحة حسين الشحات قاعد يطيب خاطره. أنت عارف الواد يقول له إيه؟ ما تضربنيش. طب هو بيضربك؟ ده بيطقطق عليك ويقول لك ما تزعلش. يقول له ما تضربنيش. أنا مش شايفه ضربه والله، كان بيطقطق عليه ويقول معلش 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 ويعمل له كده، والواد عمال يعيط جنب العارضة. طب أنت قاعد جنب العارضة ليه؟ والعارضة اللي دخل فيها الجونين اللي بيعيط جنبيه. طب انت بتعيط جنب العارضه طب روح عيط في جنب العارضه اللي دخل فيها جون واحد، على الاقل يعني تبقى مبلوع. انا مش عارف والله يا جدعان، والله انا خلاص مش هرجع اقول تاني. يوم التلات عايز شغل من النار، عشان صدقوني هبهدلكم لو ما كسبناش يوم التلات، هتزعلوا مني قوي. وانا بدعي لكم، جدوا خير لما بيدعي لكم بتبقى دعوته ان شاء الله مقبوله عند ربنا سبحانه وتعالى. واسيبكم في رعايه الله، وما تنسوناش يا جماعه في الدعاء. والعيد ان شاء الله يعني كلها ايام ويجي، وكل سنه وحضراتكم بخير، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله.